سؤال جه في امتحانات ثانويه عامه على الدرس الثاني، تعال نحله مع بعض. بيقول لك الشكل المقابل واحسب لي القيمه المكافئه. تعال نبص على الشكل. بصينا على الشكل، هبدا اشوف الشكل. طبعا التيار هيجي كده، هتلاقي ار وار فوق توالي ب 2 ار، يبقى اشيل من بدايه اول واحده لنهايه اخر واحده واحط المحصله مكانهم. وهتلاقي برضو هنا هتحط المحصله بتاعتهم 2 ار. 2 ار توازي مع ال 2 ار فيدي ار، ار توازي مع ار فيدي نص ار، فتلاقي الاجابه ج. طب يا مستر هو ايه يعني انا اقعد احل توالي وتوازي وكل الاسئله دي وفي الاخر يجي لي سؤال عبيط زي ده؟ هي الفكره ان الناس كانت حافظه، برضو في ناس كتيره كانت حافظه السؤال ده. يعني ايه كانت حافظه؟ بلت اكيد السؤال مش هيجي بالسهوله دي في امتحان اخر السنه، فراح ايه وهو قاعد بيفكر قال لك لا دي اكيد المقاومه اللي في النص هتتلغي، لان دي فكره. جه بص على النسب لقى ان نسبه ار على ار بتساوي نسبة ار على ار، فراح لاغي المقاومة دي. وطبعا ده غلط فادح. كان شرط تاني من المقاومة دي تتلغي ان ما يدخلهاش تيار. ازاي؟ المفروض تكون متوصلة بالشكل ده، ساعتها كانت المقاومه هنا تتلغي وساعتها تكون فكره. انما هو من الموضوع راح عامل ايه؟ راح جايبها لك يا عم. بص يا عم انا اجيب لك سؤال مباشر، وريني بقى هتعمل ايه. فانت بتبقى قاعد في اللجنه، السؤال سهل جدا والناس تطلع تقول سهل جدا وانت قاعد محتار. ليه؟ لانك انت ما جمعتش افكار على قد ما تقدر. خلاص يا صديقي؟